منتخب المغرب تحت 20 سنة يستعد بقوة لمواجهة فرنسا ودوري شمال إفريقيا بتوليفة من المحترفين والمحليين. السلام عليكم. يخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني السيد محمد وهبي مباراتين وديتين أمام نظيره الفرنسي، وذلك في إطار التجمع الذي تخوضه النخبة الوطنية استعدادا لدور اتحاد شمال إفريقيا المقرر خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 27 نوفمبر 2024 المقبل بمصر، والمؤهل في نفس الوقت لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بمشاركة منتخبات مصر، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب. رجاء ما تنساوش لايك واشتراك وشكرا. وستقام المباراتان الوديتان بين المنتخبين الفرنسي والمغربي يومي 11 و 14 أكتوبر 2024 بمركز كليرفونتين بضاحية العاصمة الفرنسية باريس. ويشارك في هذا التجمع 25 لاعبا في المجموع، منهم 10 لاعبين من البطولة المحلية المغربية و14 لاعبا من البطولات الأوروبية. وبخصوص لاعبي البطولات الأوروبية نجد فرنسا 4 لاعبين: موناكو، لانس، باريس سان جيرمان ودانكيرك. إسبانيا لاعبين: ديبورتيفو هويسكا، إلتشي. إيطاليا لاعبان: بولونيا وفينيسيا. بلجيكا 4 لاعبين: أندرليكت 3 لاعبين وإسلاند بيفرين. البرتغال لاعب واحد فاماليكاو، وهولندا لاعب واحد دين بوتش. عدد لاعبي الدوري المغربي المحلي: أكاديمية محمد السادس لاعب واحد. الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية لاعب واحد. ساحة ورقة 4 لاعبين. الفتح الرياضي 4 لاعبين. الإجمال 10 لاعبين. فيما يلي أسماء اللاعبين والأندية التي ينتمون إليها: يانيس بن شاوش موناكو الفرنسي، حمزة كتون أكاديمية محمد السادس، إسماعيل عواد لانس الفرنسي، أيمن أركيك ديبورتيفيا هويسكا الإسباني، أدم بوعيار بن عيسى إلتشي، نعام بيار بولونيا، جان جي نوفل الحناش باريس سان جيرمان، إسماعيل بافو أندرليكس، أحمد خطير واسلاند بيفرين البلجيكي، علي معمر أندرليكس، سعد الحداد فينيسيا، أنس تجورات أندرليكت، ياسين جاسيم دانكيرك، ياسير زبيري فاميلكاو، إلياس بومسعودي دين بوتش الهولندي، عبد الحكيم مصباحي الجيش الملكي، أشرف قلقة اتحاد ورقة، رضا العلاوي الفتح الرباطي، عبد السلام الأشب الفتح الرياضي، أنس المكاوي الفتح الرياضي، معاذ ضحاك اتحاد ورقة، حسام صداق اتحاد ورقة، فؤاد زهواني اتحاد ورقة، إسماعيل بختي بدون نادي، وياسين الخليفي للفرنسي.